جاموكا ما اكتفاش بالنصر، خد أسرى من رجال تيموجين، وخد قرار غريب جدا، قرار دموي. جاب أواني حديدية عملاقة وأمر بإن 50 من رجال التيموجين يدغلوا أحياء، ودي كانت رسالة واضحة، اللي هيقف في طريقه مش هيكون ليه أثر بعد كده. كانت أسوأ ما بعدها أسوأ، بس اللي جاموكا مفهموش هو إن الرعب ساعات بيولد التمرد، وإن القسوة ساعات تخلق أسطورة. تيموجين انسحب من المعركة، بس ما انسحبش من حلمه، قعد يفكر أنا خسرت ليه؟ هل عشان جيشه قل، ولا عشان كان فيه خيانة، ولا عشان لسه مكتشفش الطريق الصح؟ اللي حصل بعد كده كان نقطة التحول الحقيقية. تيموجين بدأ يعيد بناء نفسه، لف القبائل واحدة واحدة، مش بالوعود الفاضية لكن بالعدل والاحترام. مهتمش بالنسب زي جاموكا، لكن اهتم بالكفاءة. خلى القبائل تابعة ليه، مش عشان أصله لكن عشان رؤيته. ابتدى يكسر نظام القبائل القديم ويأسس نظام جديد، الولاء للقائد مش للدم، وده كان سر خطير جدا في نجاحه بعد كده.